السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجهاز قياس الضغط. فبنشوف الناس اللي طبعا قياس الضغط له عدة أشياء، يعني لازم تكون استرخاء كامل. فلقينا واحد نقيس ضغطه الحين، هو مسترخي الآن، ضغطه 108 على 66، دقات القلب 50. فأي انفعال أو صعود درج أو مشي المسافة يعني 100 متر وفوق راح يرفع عندنا الضغط، وهذا شيء طبيعي. إذا ما يرتفع الضغط عندك أثناء المشي وأثناء الحركة في مشكلة عندك في القلب. فالإنسان لما يروح للدكتور فينزل من مواقف السيارات ويمشي له 300 متر ويصعد فوق وينزل تحت ويروح للدكتور. الدكتور يقول على طول روح خذ ضغط في الغرفة هذه وجيبه. يروح ياخذ قياس. المفترض يقعد أقل شيء، يقعد دقيقتين في الاستراحة، 3 دقائق، ولما يقوم يوقف ويروح يمشي ويقعد عند السستر أساس تاخذ له الممرضة، تاخذ له الضغط. هم يقعد له دقيقة، نص دقيقة، بعدين ياخذ الضغط. شوف الحين أنا قاعد نسولف، شوف حتى السوالف ترفع الضغط. الواحد يسولف قبل شوي 100 على 8 66، دقات القلب 50. الحين نشوف الضغط ايش كثر. طبعا الجهاز هذا على اليد، على كف اليد، وأنصح فيه يعني احنا اللي عندنا مشاكل في القلب تبي لك سرعة في القياس. فنشوف الحين قاعد أسولف أنا ونشوف ايش راح يصير بالضغط، يعني ممكن يتغير ولا لا. شوف صعد 113 قبل شيء 108، 66 صارت 67، دقات القلب تغيرت لأني بس قاعد أسولف. لو يصير في عصبية زايدة وأرفع الصوت وحاول قدر المستطاع انفعل، راح يتغير عندنا، راح يرتفع يمكن 2 3. أنا برفع صوتي زيادة على أساس الإنسان لما يكون يصارخ في يعني يرفع صوته لأي سبب من الأسباب. اسمحوا لي بس عشان هذه التجارب أوريكم إياها. فيسمونها هذه وسائل الإيضاح، لازم الواحد يعني يوضح الأمور. تشوفون شوف الحين بزيد الحين بزيد الصوت العالي. فالإنسان لما يكون صوته عالي وينفعل، شوف صار 75 على 116. فهو المشكلة اللي فوق على الحركة، واللي تحت للانفعالات. تم الساعة 6 الحين 10 ارتفع. فالحين بجرب نصعد الدرج أو ننزل نشوف كم راح يصير. الحين بس أنا وقفت الحين بنجرب شلون نقيس الضغط. هذا بس بدون ما أتحرك. تم الساعة كنت منسدح نايم مسترخي، خلصت البطارية. إن شاء الله يشتغل. بس كوني وقفت بس شوف الضغط شو راح يتغير. احنا قبل شوي 66 على 108، بعدين صار نشوف بس بالوقوف بدون حركة، عشان تعرف الضغط. انك ما تقيس الضغط في كل الحالات، لازم يكون عندك يعني في استرخاء في كذا عشان انت تقدر تقيس الضغط. شوف الحين بس وقوف 80 على 120. شوف ارتفع من 66، 108 زاد 20، واللي تحت زاد 14. نشوف طريقة النزول مع الدرج، وراح نشوف الضغط ايش راح يصير مع دقات القلب. طبعا 5 هذا شيء طبيعي، لازم القلب يتغير مع الوقوف والحركة والضغط والمشي. لو ما يرتفع عندي الضغط بهالطريقة هذه أنا أعتبر القلب فيه، لأنك لما توقف الدم يتغير. كنت أنت مسترخي فالدم ينزل للرجول، أنت لما تنزل الجاذبية راح تسحب الدم. القلب راح يحاول يضغط الدم من الرجلين من تحت إلى الدماغ، فيصير عندك الضغط بالطريقة هذه. خلينا نشوف الضغط الثاني. خلينا نشوف. راح نشوف صعود الدرج ايش راح يصير في الضغط. يعني فيها يمكن 10 درجات، 12. نصعد نشوف.
شوف كم تم الجهاز. شوف بعد صعود الدرج. اوه شوف بس صعدت الدرج 154 قريب عند 90 دقات القلب صارت 60. شوف فأنت لا حد يقيس ضغطك توك صاعد درج أو واقف أو معصب صارخ على واحد، هذه كلها طبيعي. لكن الحين لما تسترخي أقل شيء إذا كنت في البيت بتقيس ضغط مثل اللي عندي هذا جهاز ألماني تحطه باليد. لا وتوني مسوي قسطرة القلب. هذه قسطرة القلب توني مسويها، يعني عندي مشاكل في القلب مع هذا الحمد لله. فلما تسترخي تقعد في البيت 10 دقائق تسترخي ما تفكر، تصير في هدوء تام. بعد 10 دقائق تقيس ضغطك، هذا ضغطك الطبيعي. لكن ما يصير انت ماشي لك 300 متر 400 متر صاعد درج منفعل تقول انا بقيس ضغطي. لا، تقيس ضغطك عند الاسترخاء، ولا هو بعد الاكل تكون المعدة فاضية وتسترخي لمدة 5 دقائق 4 على حسب. تشوف الضغط عندك هني تقيس ضغطك يكون هو الصح. طبعا يقولون 20 إلى 80 هو الطبيعي، لا ممكن ينزل بالاسترخاء بالنوم ممكن ينزل. هذا ودمت بس حبيت أوضح لكم أن ضغط القلب يتغير مع الحركة، وهذا شيء طبيعي، ولو ما يتغير مع الحركة وصعود الدرج أنت ما راح يصير في قلبك أكيد فيه مشكلة يعني. هذا ودمتم إن شاء الله وصلنا الكلام اللي نبيه والموضوع اللي نبيه. السلام عليكم.